فتحي عارف بطل ليه؟ عشان محمد الشيبي. مين انا؟ كابتن انا طلعت قلت الشيبي انا اخر سنه هو يستحق احسن. هو كابتن عشان كده كابتن بص يا كابتن، انا عارف قدرات نفسي وعارف اقول لك ايه. انا وانا متنافس معاه طول ما انا موجود كنت ممكن العب عادي، لكن اخر سنه هو لعب وكمل وانا بقيتش العب، فطبيعي ان هو يفرق. ليه بقى؟ وهو عشان السن. لا عشان يا احمد انت كنت بتلعب انت كنت بتلعب على وحوش افريقيا يا احمد. كابتن هتسمعني ما تخليش وجهه نظرك دايما الصح. اسمعني عشان انا اللي بحس مش حضرتك. انت ما تيجي تبطل ولا تلعب ولا تكمل مش هاجي اقول لك انت بطلت ليه وكملت ليه وقعدت ليه، دي حريه شخصيه ليك وانت عارف قدرات نفسك. انا قدراتي ممكن العب العب والعب عادي لغايه دلوقتي ومش سن ماشي، بس انا جات لي فتره خلاص انا طبيعي عامه في الطبيعه بتاع يا كابتن شغف. انا لغايه شغف دلوقتي انا بلعب دلوقتي يكمل، لكن طبيعي ربنا خلقنا من ضعف ثم قوه ثم ضعف وشيبه، فطبيعي اللي انت بتبدا تقل. بس كان سيدورف زمان يقول لك اللعيب كل ما يكبر يلعب اكتر، صح يا كابتن؟ مش قال الكلام ده ليه بقى؟ طب ما زيدان قال انا مش قادر العب، مخي في كل حاجه، لكن زيدان كل واحد بقى ما هو ده اللي بقول لك. لوكا مودريتش عنده 41 سنه قال لك انا بلعب بدماغي، انا بلعب بدماغي اكتر من جسمي. وشيكابالا جه فتره خلاص لعيب. شيكابالا معلش شيكابالا لو بيلعب مستمر ممكن يكمل بس مش بنفس المستوى يا كابتن. طول ما اللعيب بيكبر وما بيلعبش باستمراريه بتبقى صعبه عليه. لكن طول ما انا صغير فكره السن دي عندنا موجوده في الوطن العربي بس عندنا مدربين. لكن مع احترامي عبد الله من احسن عبد الله ذكي جدا. انا لعبت مع عبد الله ده من سن صغير فانا حافظه. عبد الله لعيب ذكي جدا جدا، بيعرف يتحرك ازاي ويستلم ازاي وما يستلمش تحت ضغط وما يدخلش نفسه في واحد ضد واحد. عبد الله ويوزع وعنده فيجن عاليه وعنده لا عبد الله مختلف. ودليل يا كابتن احمد ان الزمالك مجدد له سنتين، يعني عبد الله السنه دي مع الزمالك والسنه الجايه كمان لسه موجود، يعني لعيب السن مش هو المعيار. تعرف ان عبد الله سعيد على الرغم من 41 سنه بيبني عليه افضل لعيب في مصر في التوقيت الحالي 41 سنه بيبني عليه الله. وده نجاح عبد الله سعيد. انت كابتن عشت جزء كبير من حياتك في ايطاليا، بس ده ميزه في عبد الله ولا نقص من اللعيبه؟ في نهايه مشواره كان بياخد اقل عقد في اللعيبه بسبب سنه. لا وصل 40 سنه. مين اللي قال الكلام ده؟ والله لا كان عقده اقل من اللعيبه بتلعب. والله يا كابتن انا بشوف فرانشيسكو فرانشيسكو لا يعني فرانشيسكو توتي كان هو عنده 40 سنه بياخد اعلى عقد في بياخد عقده تمام التمام. بس في اعلى منه كابتن. مين اللي كان اعلى منه في روما في التوقيت ده؟ اللعيبه كتير جدا. محمد صلاح كان بيلعب في نفس التوقيت ما كانش اعلى منه. صلاح توتي لا تقرب منه ما تقربش منه، سيبه على جنب. كمان ايوه بس ليه انت كنت بتديله فلوس عشان هو توتي ولا بتديله فلوس عشان مستواه؟ لا هو عشان ليدر، عشان يعتبر كاريزما فرانشيسكو، عشان هو لعيب كبير، عشان كل ما بينزل بيعمل فرق في ربع ساعه. عبد الله اللي بنتكلم عليه انا وزمان نزل 45 دقيقه عمل كورتين للزمالك الوحيدين اللي راحوا الاجوان. واحد بدا واحده من ال 18 وصل بيها 18، والكره الثانيه عملها لشيكو بانزا للسيف الجزيري اللي عملها انفراد. يوريك ان عبد الله الوحيد في مصر اللي بيلعب بدي قبل دي. بالظبط. ده لعيب مختلف عن اي حد، عشان كده كواليتي عبد الله مكمل. تحس ان هو وسط المجموعه دي لا موضوع تاني خالص. كابتن خالد عبد الله احسن لاعب في الدوري عشان عنده 41 سنه، ولا لعيب في بعض اللعيبه والمواهب اللي طالعه انها مش على القدره الكبيره؟ اوكي لعيب اول واحد بيروح التمرين بيتمرن حافظ على نفسه جدا. كان فاتح كده على فكره، حافظ على نفسه جدا في يوم الاجازه تمام. بيسمع كلام مدربيه. على فكره كابتن احمد عبد الرؤوف اصغر منه بسنه. معلومه 39 سنه يعني خد بالك اصغر منه بسنه. وعمل اللي ما فيش ولا مدرب تاني في الزمالك في سنوات فاتت حصلت، انه قعد عبد الله السعيد احتياطي في مباراه ما يبتديش. عبد الله بيبتدي كل مباراه اساسي. محمود عاوز تقول ايه؟ لا مش عايز اتكلم على الزمالك، عايز اتكلم على الاهلي. بس انا لسه